السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بقى الفيديو اللي احنا عملنا منه الطعمية ده، هنكملها بقى مع بعضنا ونشوف هنشتغل منها وهنحمر منها دلوقتي ازاي. ماشي. اللهم صل على حضرة النبي. للي ما حضرش معانا الفيديو، انا عملت الطعمية دي في الخلاط في الشفشق، واللي ما شافش الفيديو يرجع بقى يشوف الفيديو على اليوتيوب. مطبخ بديعة يتفرج عليه ويشوف، او على الفيس يعني على الفيسبوك. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. دي الطعمية اللي احنا عملناها امبارح في الخلاط اهي اهي. هنشتغل منها ونحمر منها النهارده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان برضو تشوفوها وتعرفوا ان هي ايه، ما شاء الله عليها، جميله جدا، مظبوطه جدا والحمد لله. هنحط رشه كمون. انا طبعا ما حطيتش ولا ملح ولا اي حاجه وهي في الخلاط خالص. انا لما باجي استعمل بحط رشه الكمون، رشه الملح بقى، والحاجات دي بتبقى حسب رغبتك انت بقى، تعملي اللي انت عايزاه. رشه كزبره هي، رشة الكربوناتو، حاجة برضو بسيطة جدا اهي، حاجة صغيرة. هنقلبها بقى مع بعضها كده، وهنروح نحمرها في الزيت مع بعض اهي يا حبايبي. نحمرها اهي. انا بس ما رضيتش ايه اطول معاكم عشان برضو الفيديو ما يطولش مني، فانا حطيت شويه ويعني حطيت اول وبكمل برضو معاكم. هنعلي بقى النار لان انا كده كنت موطيه النار، فهعلي النار بقى شويه اهوت. هي ولا بتفك ولا اي حاجه، الحمد لله اهي هي. ولازم اعملها كده بحيث ان هي ايه تحمر كلها، واعرف اقلبها عشان ما تلزقش في بعضها كده اهي. طبعا انا عملت اللي على قدنا، يعني احنا مش كلنا بنتسحر بالطعميه يعني، فعملت بس شويه اللي على قدنا دولت. والباقي طبعا هفرزه، حطه بقى في اكياس ونفرزه. كل واحد بقى يفرز بطريقته يعني. انا بحط في اكياس، وساعات بقى في لو عندي علب ثلاجه صغيره بحط فيها، مفيش وعندي اكياس مش مشكله يعني. كل واحد بقى يفرز براحته وبطريقته. حبايبي اهي يا حبايبي، حمرنا الطعميه اهيت اهي. اوريها لكم برده كمان من جوه اهيت. بسم الله ما شاء الله اهيت، سخنه اهي، مفتحه وقلبها جميل اهوت اهوت. وبعدين يعني برضو للي ما عندوش كبه ولا حاجه يقدر يتصرف ويشتغل يعني، مفيش حاجه تعطل حد يعني. وان شاء الله كمان عملنا شويه فول مدمس اهمت، يستاهلوا بقكم اهوت. الفول ده انا غسلته كويس جدا، وحطيت عليه وعصرت عليه ليمونه كبيره، وحطيت عليه معلقتين سكر في ميه النقع. انا غسلاه من بالليل وسويته الصبح. حطيت معلقه سكر كمان مره اهوت، حطيت معلقه سكر كبيره وليمونه كبيره عصرتها عليه، وطبعا ودعكته كده كويس، وصفيته صبحت الصبح بقى، صفيته من الميه دي وغسلته تاني عشان يبقى نضيف وحلو. وبعد كده حطيته هنا اهوت. انا بحب اسوي، انا عندي الدماسه دي بحب اسوي فيها يعني اهي، نضيفه وزي الفل اهيت.
هي اصلا انا بعمل فيها الفول على طول من زمان يعني. اهوت الفوله، بسم الله الرحمن الرحيم. الفوله هي زي الزبده، فوله هي زي الزبده خالص اهي، مستويه سويه تمام يعني. اهوت القشره نفسها ما بتقعدش، القشره نفسها بتتهرى هي، لان مستوي حلو. وطبعا هنكيسه بقى، هنفرز الحاجات دي، وهنفرز برضو الطعميه بتاعتنا اهيت. تمام، ده خلاص بالنسبه للحاجات دي اهيت، خلصنا. ودي طعميتنا اهيت، وده المخلل اللي احنا مخللينه سوا. انا كنت عامله بصل من فتره وليمون والخيار والجزر اللي احنا مخللينه مع بعضنا. وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، اللايكات بتاعتكم الحلوه ودعواتكم الحلوه. وكل عام وانتم طيبين، ما تحرمش منكم ابدا يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.